أهلاً وسهلاً بيك في حكايات يوم ورا يوم. جاهز للحكاية؟ 4000 أسبوع لو فهمتهم حياتك كلها تتغير. خد نفس معايا وفكر في الرقم ده. 4000 أسبوع ده تقريباً عمر الإنسان العادي. كل اللي بتحاول تلحقه، كل اللي بتحس إنك متأخر فيه، كل الصراعات، السباق، الضغط، الإنجاز، الأحلام، كل ده بيتكثف في رقم بسيط. 4000 أسبوع. يعني لو عمرك 30 فأنت بالفعل خلصت أكتر من 1500 أسبوع. تابع معايا لآخر الحلقة عشان في نقاط كتير تحتاج تغيير مع بعض قبل ما العمر يعدي مننا. ولو أنت متابعني جديد اشترك بالقناة، ولو متابعني ومستني تسمعني النهاردة دعمك باللايك والشير الجميل. عمرك مش بيزيد، ده بينقص. فالسؤال الحقيقي مش إزاي ألحق كل حاجة، السؤال هو إزاي أعيش حياتي من غير ما تروح مني وأنا بجري. الوقت مش قابل للإدارة، أنت اللي محتاج تتغير مش الجدول بتاعك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إحنا عايشين في وهم الإنتاجية، عشنا في مجتمع بيقيس الإنسان بهو قد إيه بينجز مش بإيه اللي بيعيشه، اللحظة اللي بيعيشها. فتلاقي نفسك دايماً بتفكر كده: خلصت المهمة دي، طب افتح إيميلت أرد عليها. فاضي شوية، طب أنظم المهام الجاية. خلصت يومك، طب رتب نفسك لشغل واجتماعات اليوم الجديد. لكن الحقيقة كل مرة تفضي وقتك عشان ترتاح بتحس بتأنيب ضمير، فتملاه بحاجة تانية عشان ضميرك يرتاح. وهو ده وهم الإنتاجية، إنك واهم نفسك إن راحتك مربوطة بإنجازك، كأنك بتدور على حاجة جديدة عشان تحس إنك شغال، مع إنك في الأصل محتاج تفصل عشان تشحن وترجع بالفول باور بتاعتك. كل ما تسرع الدنيا تسرع أكتر. المقصود هنا إنك لما تدخل دايرة الإنجاز المستمر بتحس إنك محتاج تسرع أكتر، بس ده بيخلي الحياة نفسها تتحول لسباق. خلصت التاسك هتجيلك 3 بدلها، رديت على رسائل تفتح سيل جديد من الرسائل ترد عليها، فتحت مشروع جديد بقيت مطالب تتابع 10 حاجات، وده بيتحول لإدمان إنجاز مش إنجاز فعلي. والنتيجة بتدخل في دايرة استنزاف. كل ما تعمل أكتر تحس إنك محتاج تعمل أكتر، ووقتك دايماً مش مكفي، مش لأن الوقت قليل لكن لأنك بتحاول تعمل فيه كل حاجة في نفس اللحظة. عمرك مش قابل للتمدد بس قابل للاختيار. يعني مش لازم تعمل كل حاجة، بس مهم تختار تعمل الصح وتفوت الباقي بإرادتك. بتقع في اللحظة دي مع الوقت في فخ الفومو وللإنتاجية السامة. فومو اختصار ل Fear of Missing Out، كان الخوف من فوات شيء أو الخوف من إنك تضيع حاجة مهمة بتحصل حواليك. بتشوف الكل بيجري فتجري، تشوف الكل بينجح فتحاول تلحق، بس كل ما تزود السرعة تحس إنك بتتأخر أكتر لأنك مش عارف تحصلهم. أديك مثال: لما تشوف ناس على السوشيال ميديا مسافرين وناجحين أو بيبدأوا مشاريعهم الخاصة وتحس إنك لازم تلحق زيهم، ده اسمه فومو. بتحس إنك هتفوت الفرصة حتى لو الحاجة دي مش مناسبة ليك. وده من أكتر الحاجات اللي بتخلي الناس تعيش في ضغط ومقارنة مستمرة، أو تعيش زي الأشباح في حياة غير حياتها. الإنتاجية السامة تبدأ تقيس نفسك بعدد المهام اللي خلصتها مش بجودة اللحظة اللي عشتها. العالم في الأصل محدود، والعالم المحدود الاختيارات الزيادة مش نعمة، تصبح عبء عليك. كل ما تعرف أكتر تتفتح قدامك احتمالات أكتر فتتلخبط أكتر. يعني إيه؟ مثال بسيط: تخيل إنك ناوي تفتح بيزنس صغير، تبدأ تقرأ مقالات فتكتشف إن في كذا نوع بيزنس، فتلاقي مئات الطرق اللي تقدر تعلن بيها عن مشروعك.
بدل ما تبقى جاهز تبدأ تلاقي نفسك تايه أكتر من الأول، وده لأن كل معلومة جديدة بتفتح لك باب جديد، وبدل ما تساعدك بتزود عليك الحمل. المعرفة الزيادة مش دايماً مريحة، ساعات بتخلي القرارات أصعب. الاحتمالات الكتيرة دي مع الوقت نتيجتها تبقى عايز تعمل كل حاجة، متأكد إن في حاجة أحسن لسه ما شفتهاش، فتفضل تأجل وتأجل وتعيش في وهم اسمه أنا لسه مش مستعد، وتقع في فخ للتسويف procrastination. التحرر الحقيقي بيبدأ هنا. الحل مش إنك تحول نفسك لروبوت بينجز، الحل إنك تتقبل محدودية وقتك. مش لازم تخلص كل كورسات العالم، مش لازم ترد على كل رسالة، مش لازم تلحق كل فرصة. الصح لازم تختار بعناية وأقول لأ من غير ما أحس بالذنب. الحرية مش في إنك تعمل كل حاجة، الحرية في إنك تختار إيه اللي ما تعملوش. لو فكرت في النقاط دي هتحدث انقلاب في حياتك للأحسن. نقدر نسميهم المفاتيح الأربعة للحياة. بعيداً عن السرعة أو العجلة، الحياة بسكون وهدوء. المفتاح الأول: اعمل القليل بس بعمق. يعني إيه؟ يعني بطل تحاول تمسك كل الخيوط في نفس الوقت. مش لازم تبدأ 7 مشاريع مع بعض، مش لازم تتعلم 5 مهارات في وقت واحد. اختار 3 حاجات بس يكون ليهم قيمة حقيقية عندك. تخيل معايا واحد بيرش مية بخرطوم في الهواء، واحد تاني بيحفر بير لعمق محدد. الأول مش حاسبها، مشتت يعني. التاني محدد وجهته وعمق الحفر قبل ما يبدأ يحفر. الناس اللي بتسيب أثر مش الناس اللي اشتغلوا أكتر، لكن أكتر ناس ركزوا. وده معناه الأولوية مش للكثرة، الأولوية للعمق. المفتاح التاني: اقبل إنك تسيب اللي مش مهم. أيوة، لازم تقول لنفسك أنا مش هلحق كل حاجة، بس مش هخسر من إيدي كل حاجة. واحدة واحدة. ابدأ قول لأ لأي حاجة مش على قد حلمك، أي حاجة مش على مقاسك، عشان تفتح الطريق لناس ومهام وأشغال على مقاسك. المفتاح مش في إنك تلحق كل الفرص، المفتاح في إنك تسيب اللي ما يستحقش وقتك. القرار الصعب مش الاختيار، القرار الصعب إنك تسيب بإرادتك وتكمل بثقة. المفتاح الثالث: ما تخليش الوقت ضدك. في الزمن ده بقينا نحس إن الوقت دايما ضدنا، دايما نقول ما عنديش وقت، أو النهار طار، اليوم خلص وأنا ما عملتش حاجة. الوقت مش ضدك، أنت اللي بتتعامل معاه إنه ضدك. بدل ما تصاحبه، استمتع باللحظة حتى لو مش بتنجز، عيشها، حسها بكل تفاصيلها. مش كل لحظة لازم تكون إنتاجية، في لحظات قيمتها في الوجود مش الإنجاز. المفتاح الرابع: نظم طاقتك مش بس جدولك. أنت ممكن تعمل جدول مثالي لكن طاقتك 0، ووقتها هتفضل تسوف أو تشتغل وانت مقهور. الشغل بالعافية بيطفيك، الشغل بحب بيغذيك. يعني لما تختار تشتغل في وقتك الأفضل وتدي لنفسك راحة من غير تأنيب ضمير، وتبني روتين يناسب طبيعتك مش بس طموحك، ساعتها تقدر تنتج وتعيش وتفرح. إدارة الوقت الحقيقية تبدأ من احترام طاقتك وجسمك. تخيل حياتك زي لوحة فنية، مش لازم تحط كل الألوان، ومع كل أسبوع بيمر بيشكل جزء من لوحتك دي. كل اختيار بتاخده بيأكد لك إنك اخترت صح، إنك تدي وقتك لحاجة تستحق. دلوقتي وقت المفاجأة، تمرين ال4 اختيارات، ورقة وقلم. وقت دلوقتي أكتر حاجة بتضيع وقتك كل يوم، أكتر حاجة بتخلي قلبك يفرح وبتنسى الوقت وانت بتعملها، حاجة نفسك تقول لها لأ وبقالك كتير بتأجل، شخص اللي محتاج تقضي معاه وقت أكتر قبل ما يضيع منك الوقت. جاوب عليهم، بلاش تبص ورا، لأن ال4 إجابات دول هم أول خطوة في رحلتك الحقيقية. مش رحلة الإنجاز، لكن رحلة المعنى
في حياتك. دي كانت يوم ورا يوم، المكان اللي فيه الأفكار الصغيرة بتغير حياة كبيرة. لو الكلام لمس حاجة جواك ما تعديش كده وخلاص، اعمل لايك، شارك، وارجع بكرة علشان النمو الحقيقي بيحصل يوم بيوم. أشوفك في اللي جاي.